ساعتين و22 دقيقة على إفم. حست اليوم خالية من أخبار كرة القدم. يزي ارتحنا من أخبار كرة القدم اليوم، خذينا بوز. الألعاب الأولمبية وكرة اليد، مازلنا مواصلين في الألعاب الأولمبية والمشاركة التونسية وافت من 27 رياضي. الرقم الحقيقة ضعيف جدا مقارنة بأرقام بلدان عربية أخرى. مصر مثلا باش نعطيك الشيفر 149 رياضي، المغرب 60، قطر معقل منا، قطر دولة مين نجم نقارنوا رواحنا زاد 2016 و2020 ابسط نرجع ليه نعطيتك تو اكتويلمون 2016 قداش كنا في تقريبا 61 اللي رياضي و2000 في ال 50 دونك 21 قداش العكس 2050 في 2050 ان شاء الله نعيشوا 2050 في ريو تقريبا 61 رياضي في طوكيو ولا رياضة جماعية. هذا حدث غريب جدا. نحكيو على نص قرن، هذه ثالث مناسبة تصير الوفد التونسي ما غير حتى رياضة جماعية. طب بعد نحكيو على الهوند اخرنا الهوند 2016 هكا ولا 2016 مع حافظ زويبي وقت في ريو. لا معناها لا هوند لا فولي لا باسكيت لا كرة قدم لا ريغبي لا واتر بولو مثال خلينا نزيدوا اون بوس لا هوكي سور واتر بولو راهو يعيش ازمه، راهو لازمنا حلقه خاصه الواتر بولو. عندي عديد اي مالوغوزمون نشوفوا كان في مشاهد تعنف في الواتر بولو، مشاهد عنف بالضبط. به 27 رياضي الحقيقة رقم ضعيف جدا مقارنة بجيران. ما حكيت انت عن النسخة السابقة، مصر 149 رياضي 24 رياضة، نحن 27 رياضي في قداش من اختصاص 14 ولا في 13 رياضة 13 ولا 13 ديسيبلين 13 ديسيبلين. الرقم هذا لماذا تونس برقم ضعيف جدا في الألعاب الأولمبية الحالية؟ وهو خلينا نوضحوا الأمور. اوني بيان داكور اللي السيكل أولمبيك عمره لا كان عام ولا عامين. باش تحضر الألعاب الأولمبية على الأقل 4 سنين 6 أو 8. نعرفوا اللي باريس 2024 نعرفوها اللي هي موجودة في باريس تقريبا عندنا أكثر من 8 سنين ولا أكثر. طبعا علاش ما بديناش نحضروا في باري 2024 من الوقت هذاك؟ اكزامبل بالنسبه للتواجد نتاع الشبان في الرياضات الكل، علاش لا ما خذاوش الخبره في الفتره هذيك وطلعوا للنيفو ليليت باش يلقاو رواحهم حاضرين باش ينجموا في الكاليف ينافسوا، علاش لا يترشحوا؟ هذا ضيعناه. انا نذكر بعد ما كملنا دوره طوكيو اللي هي نذكروا كانت في 2021 صيف 2021 نظرا للكوفيد وكل شيء وكل التاجيل. شخص ما سمعت حتى مسؤول حكى قال عنا 2024 اللي ديجا غدوه، خاطر نحكيو على 3 سنين، شنو لازمنا نعملوا شنو لازمناش نعملوا، وين السياسه في الرياضه هذه، ولا بالنسبه قاعد نحكي على الجامعات الكل ولا حتى على الكنوت ولا حتى اللجنه الوطنيه التونسيه. بالنسبه للزاتليت ما نجموا كان نحيي وخلينا نقولوا لي زاتليت اللي ترشحوا، خاطر زاد باش ترشح للجوز اولمبيك سي با فاسيل، سي با دوني ا تو الموند ترشح للجوز اولمبيك. من بعد نحكيو اسكو مترشح من اجل المشاركه ولا مترشح باش تعمل مفاجاه او باش تكون على البوديوم. لكن تعديوا برشا تضحيات مع المشاكل نتاع التحضيرات، مع سوء التنسيق، مع سوء التمويل. داير كان نحلوا 27 اتليت مينيموم، فما 5 ولا 10 هبطوا ان كود جول في 40 رياضي في 24 رياضه. المغرب عندها امال في تحقيق على الشلامي ميداليه ذهبيه في كره القدم بوجود اشرف حكيمي، بوجود رحيمي نجم نادي العين. قطر 14 رياضي فيهم زوز عندهم ذهب، برشم وفارس إبراهيم صاحب ذهبية طوكيو الربيع القطري. دونك المشاركة العربية تأمل في ميداليات ذهبية، في ميداليات يكتبوا بها التاريخ، كما مثلا دولة كما قطر وكي تهزوا الذهبية راهو حاجة ب 14 تهزوا الذهبية. بور موا باري ريوسي، نجحت في الألعاب نتاعك. والله قطر ومصر ونحب نزيد معهم المغرب، انت زدتها من دوره لدوره قاعدين نحسوا فما استراتيجي، نحسوا العباد قاعده تخمم على لون تيرم. معناها انا ما نتفاجئش كي نلقى مصر وقطر بار اكزومبل اللي هما متصدرين في الترتيب العربي، كان نحبوا نعملوا ترتيب خاص بالعرب، خاصه زاد اللي مصر تحضر في جيل في الرياضات الكل،
تنحكيو زاد على الهوند من بعد. كان نحبوا نحكيو على مصر كيفاش خدمت واستراتيجي نتاعها باش وصلت للهوند. فما درير خدمه كبيره كيف زاد في ليزاتليت الكل. وهوني تدخل زاد ممكن امين نحكيو على امكانيات ماديه هي اللي تعمل فارق. اما زاد فما استراتيجي هذا اللي ينقص انا شخصيا نرى تونس اللي نحن ما نخطوش لبعيد. غدوه عندي العاب شنو لازمنا نعمل في الالعاب تاع غدوه مش بريسبان 2030 شنو لازم نعمل في بريسبان 2030. هذه الغلطه نتاع تونس في الرياضات الكل ظهر لي قاعدين نعملوا فيها. سي دو لا كونتينيتي زاد في لي فيدراسيون ils n'ont jamais été stables زاد pour se projeter. malheureusement انا تو نعطيك قربي شويه الميكرو عمر بالله نقرب لك. malheureusement تو لي فيدراسيون نعطيك ليكزامبل نتاع لوند. il y a eu tellement de problèmes au sein des bureaux تو من 2016 لتو qu'il n'y a pas eu de la continuité pour se projeter pour préparer les Jeux Olympiques. Malheureusement, l'équipe en Thaïlande, on avait une chance d'aller 2020 ou il y avait une deuxième chance. Malheureusement, en Finlande, il faut que le championnat d'Afrique ou قدامنا مصر. مصر à l'heure actuelle, stratégie متاعها ça fait depuis 2018, ils ont instauré une stratégie vraiment stable avec un effectif stable, avec un objectif يحكيوا على ميداي في طوكيو كملوا 4 تو انا رافيهم في لي ماتش اميكو ils ont fait un mauvais résultat مع كرواتيا. tout le monde était pessimiste واحنا وماشيين وشونس دو ميداي معناتها ils sont devenus exigeants في حاجه كيما هناك. alors que انت كيما تحكي ساعات احنا نمشيو للجيو رفع سقف التوقعات pour participer. malheureusement c'est de la figuration. انا حاجتي باش نسلك على حظوظ مصر في الاولمبياد مجموعه صعيبه ياسر الدنمارك النرويج فرنسا لكن قبل هذا غياب جابر غياب ايوب والتصريح ممكن يثار ضجه كبيره تصريح محرز بوزيان فيما يخص غياب جابر. رايك فيه؟ والله اغزر ما نجموش نشكوا اللي غياب جابر وغياب الحفناوي باش ياثر على حصيله تونس في الالعاب الاولمبيه. تحب ولا تكره جابر بطله في السيركوي WTA نجم تحقق بوديوم اولمبيك حاجه يعني برمي لي فافوري باش تحقق بوديوم اولمبيك. صحيح في 2012 و2016 و2020 ما كانتش مشاركه كبيره لكن نحكيو على ايلون تبدل جابر في الاربع سنين الاخرين مش كيما في دوره طوكيو باريس. حفناوي مالوغوزمون ما نتمناو اللي يرجع قريبا. نرجع للتصريح. والله مش كل يوم يكون عندك جابر ومش كل يوم لازم تتعامل هكاك مع جابر. شخصيا معني كنت حاضر في نهار التصريح بتاع رئيس اللجنه الوطنيه ما فماش علاش اللي تنجم تحكي على جابر بالطريقه ذيك وخاصه اللي نهارتها تلعب في مقابله في ويمبلدون مقابله دور ثاني وقت في الدور الثاني بالضبط. جابر مش كان هي داير من اللاعبات اللي خيروا زابالينكا ولازم وتتفهم الحكايه تاع غياب. انا شخصيا مراش فيها خاطر نذكروا كانت دوره رولون جاروس في شهر ماي جوان. توا فما دوره ويمبلدون في الاراضي العشبيه من بعد باش يرجعوا الجوز اولمبيك يلعبوا على التراب وديريكتومون يلونشين في الفيتور. حتى انا سالتها غادي ولا حد قتيره وروك حكينا فيه الموضوع بالضبط لي بالمشاركه من التراب نمشي نلعب غازون بعد نرجع تراب بعد نلعب هارد كور. Je pense que la meilleure personne pour prendre cette décision, c'est Ons Jabeur. تصورش qu'elle va. مرحبا اصدقائي، وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى تكونوا استمتعتوا بالموضوع ديال الحلقه ديال اليوم. الى عجبتكم القناه ديالنا اصدقائي ما تبخلوش علينا بلايك وبكومونتير وكذلك بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم دائما الجديد ديال قناتنا وقناتكم اكستريم تي في سبورت. احبكم في الله، الى الملتقى.